الصلاة على محمد دايما صلى الله عليه، قد ما في السماء والبحر وما ساكن فيه، زاد النبي بن يمينة فارس مكة والمدينة، ويوم القيامة يشفع فينا. السلام عليكم الأحباب ومرحبا بكم في قناة نبيلة كونتي سافور الجزائر. اليوم جبت لكم وصفة تقليدية جزائرية أصيلة تلمسانية من الذكريات القديمة اللي ما تتنساش، هي التقنتة. التقنتة التلمسانية اللي كبرت عليها وتعلمتها من أمي بالطريقة القديمة والبسيطة من غير تعقيدات ولا إضافات داخلة، وهي وصفة نادرة من تراثنا الجزائري الأصيل، نحب نشاركها معكم باش تبقى محفوظة من جيل لجيل. وغادي نوري لكم السر باش تبقى طرية وتبقى صالحة للاستعمال ولا للاستهلاك لمدة طويلة. الوغ خليكم معايا اليوم باش نوريكم سر نجاح هذه الوصفة خطوة بخطوة، وما تنساوش تشتركوا في القناة وديروا لنا ان بتي لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من قصصي ووصفاتي. دروك on va passer directement à la recette. كما شفتوني وريت لكم هاد لا مارميت، هادي ستون فيي مارميت طنجرة قديمة نعقل عليها من صغري، هادي تاع ميمتي ربي يحفظها. هادي نستعملوها في مثل هاد الوصفات التقليدية. كما شفتوني جبت انا درت مقدار تاع كيلو سميد. حنا ما بكري كتدير كميه كبيره 3 4 5 كيلو نتاع السميد مويا. هاد النوعيه اللي يكون سميد شويه يعني مويا، يكون رقيق، ماشي داك المويا اللي يروح للخشونيه. هذه هي. الوغ نديرو 1 كيلو دو سمولين موين من النوع الجيد، ودرت قرصه ملح. كما تعرفوا الملح هو اللي يرولوفي لي غو نتاع الوصفه. ودرت تاني رشه نتاع قرفه. هذا هو السر اللي يخلي التقنته، يعني هذا النوع من التقنته يقعد طري. كما شفتوني جبت هذاك الكاس نتاع 220 مليلتر، ودرت في الاول درت 2 كيسان نتاع الزيت، ومن بعد غادي نضيف نصف كاس، يعني دخلت لي 2 كيسان ونص نتاع الزيت. هذا النوع من السميد دخل لي 2 كيسان ونص تاع السميد، ونخلط مليح، يعني نبلل مليح داك السميد بداك الزيت، وندير الكل فوق النار. كما راكم تشوفوا هو في الاول غادي يتعبكم على خاطر كي شغل يشرب، كي شغل تتقال لاباط تتقال، ونقعدوا غير نحركوا فيه. لازم نحركوه بدون توقف سانزاغي، وحنا نحركوه بالملعقه خشبيه. انا ما نكذبش عليكم، انا كي نبغي ندير هذه الوصفه واولادي يعاونوني، كل خطره تجي بنتي تخلط من بعد يجي ولدي يخلط. هذه هي نتعاونوا عليها. هي تخيلوا بكري حنا ما كتدير في هذاك في ديك العمارميت الكبيره تما كيكون عندنا، تكون عندنا زياده تاع مولود ولا كيما هكا تاع المولد النبوي الشريف، دير في هذيك الطنجره الكبيره تاع العراس تما دير 3 4 5 كيلو. يا حسراه مي كانت الصحه، بصح مازال البركه. ربي يخلينا كامل امهاتنا يا رب. في تلمسان العتيقة كي كان يقرب المولد كانت الفرحة تعم الديار، النسا يوجدوا تقنتها بالحلاوة نتاعها، ويطيبوا تاني التريد، كانوا يوجدوا التريد ولا الرقاق، وكانت هذيك الريحة كانت تعم في الحومة. وفي ليلة المولد يعني لافي الغدوة يصبح مزيود، كانوا ينوضوا كامل العائلات يحنيوا لوليداتهم ويطلعوا قوافل قوافل، كانوا يروحوا على رجليهم الجامع الكبير نتاع سيدي بومدين الولي الصالح، وين القلوب تلتقي على الذكر والصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. يقعدوا الناس طول الليل في الجامع يتذكروا ويحكيوا على سيرة النبي الكريم حتى يبان الفجر جديد وتتعمر الأرواح بالسكينة. والغدوة من داك تولي الفرحة أكبر، يزينوا للدراري يلبسوهم الملابس التقليدية، والبنيات كانوا يشدوا لهم واليدين محنين بالحنة. وكانت هذيك البركة وديك الفرحة تعم كامل العائلات التلمسانية. نعاود نولي الوصفة نتاعنا، شوفوا كيفاش ولات تقنتها، وحنا رانا دائما نحركوها باش ما يشدلناش وما تنحرقلناش. هي في الحق ما تشدش باسكو راها بالزيت، بصح لو كان ما تحركوهاش يعني اللي من تحت يولي ينحرق. دونك لازم نقعدوا غير نحركو حتى تخفاف. هي في الاول تكون ثقيله،
بصح صاي هكذا راها تخفاف. شو كي راها تبقبق راهي تخفاف. صاي كي تخفاف غادي اللون تاعها يبدا يتبدل كما راكم تشوفوا حتى تكتسب اللون الذهبي، وحنا نقعدوا غير نحركوا. على بالي بلي هذا النوع من التقنته غادي يجيكم شويه صعيب، بصح انا ما نكذبش عليكم، انا شخصيا نحب نحيي هذه التقاليد القديمه وهذه الوصفات العتيقه، ما نكذبش عليكم. المهم هنايا راني طفيت على الغاز وجبت كويس هكذا تاع لاتاي نتاع مازهر وفرغته غير بشويه، راح لي هذاك المقطع مانيش عارفه علاش مشى. نتوما طفيو على الغاز ونحيوها من فوق الغاز وحطوها فوق البوطاجي وجيبوا كويس صغير نتاع مازهر وكبوه غير بالبسياس، يعني غير بالفتيته وهي غادي تولي تغلي. وماذا بيكم توخروا كي تبدا تغلي ووخروا عليها باش ما يطير عليكم والو. هو من الاحسن تكون الطنجره غامقه باش كي ترميو هذاك الكاس تاع المازهر ما يطيرش عليكم. بصح عاود كي تكبوا غير بشويه هي راها تغلي غير بشويه، ما زعما ما تخافوا والو. المهم توخروا عليها وصاي للحذر. هذه هي. من بعد كي نحيتها وخلطتها مليح وغلا ما زهر فيها، جبت هاد الباسوار وجبت اون اوتر مارميت وغادي نصفيها كامل من هذيك الزيت، نقعد نحي فيها غير بشويه وكي شغل هكذا نضغط عليها باش نعصرها كامل من ديك الزيت اللي طيبتها فيها. شوفوا كيفاش ولات، شوفوا داك اللون الذهبي الجميل. صدقوني والله هاد الوصفه يعني هي شويه فهداك التحرك شويه تعييكم، بصح البنه والقوام ما عندي ما نقول. صاي هنا راها كما راكم تشوفوا راها صفات مليح مليح. خليوها تقطر مليح من داك الزيت وروحوا تقضيو صوالحكم ومن بعد وليو لها. شوفوا كما راكم تشوفوا هايله، ما راها لا تبري لا والو بالزيت، راها قطرت مليح من الزيت. من بعد احنا دروك غادي نطفيوها بالزبده. بون قبل عفوا جبت كيما شفتوا عبار نتاع كاوكاو مهرمش محمص ومهروس وخلطته مع هذاك السميد. ومن بعد جبت في هذا المقدار نتاع كيلو سميد جبت 150 حتى ل 200 غرام نتاع زبده ذوبتها فوق النار. وجبت هذاك الكاس تاع 220 مليلتر عمرته بالعسل، والحلاوه تبقى عندكم. انا درت غير نص كاس وخلطت ومن بعد دقناها جاتنا شويه مخصوصه عسل، عاود زدنا لها العسل. العسل يعني ما عندهاش مقدار معين، تحبوها حلوه بزاف كتروا العسل، تبغوها موان سكري نقصوا. انا ما نكذبش عليكم ما حبيتهاش حلوه بزاف. ونبدا نرمي هذاك اللي مع العسل ونخلطها. شوفوا كيفاش جات روعه، صدقوني جات ما شاء الله. وهي في الحقيقه احنا كي نديروا لها ليدام والعسل نغطيوها ونخليوها تبات باش تشرب مليح هذاك ليدام وداك العسل ونعاودوا ندوقوها. الا يخصها شويه نزيدوا لها. بصح انا كنت مزروبه باش نصور لكم الفيديو. انا فت لطريقه التزيين مباشره، خليتها تريح واحد السويعه وعاود مشيت نزينها. والتزيين كما تعرفوا يبقى عندكم. هما في الحقيقه هذا النوع من التقنته هذه القديمه ما كانوا يزينوا ما والو، كانوا يسربيوها هكذا في ديزاسيات ويديروا شويه قرفه ولا شويه كاوكاو من الفوق وصاي. ما كانوا يديروا لا قرقاع لا لوز لا حلويات لا شوكولا ني غوفريت ني غيان دو تو. كانت حلاوتها في بساطتها. وهذه كانت وصفتنا القديمه لتقنتات تلمسانيه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، بما انه المولد ماشي غير اطباق وحلويات بل هو ذكرى خير البريه صلى الله عليه وسلم. خلوني نختم معكم بهذه الابيات الشعريه. يا ليلة المولد زين الديار بالصلاة على طه خير الأخيار. محمد الهادي بدر منه نهار بالرحمة جا يمحي الظلام. فرحانة مكة بالنور على
كي زاد المصطفى البدر تجلى، يا أمينة يا زين تنسى، جبتي خير البرية. رضع عند حليمة في الربوع، حل الخير والدر رجعت دموع، وين يمشي الطير يغني بخشوع، والغنم شبعت والبركة عالية. يتيم صغير ربي عطاه شان، كبر حليم معروف بالإحسان، صلوا عليه زين الأكوان، شفيع الأمة يوم الميزان. Et voilà mes chers amis, j'espère que cette ancienne recette de la tammina tlemcenienne vous a plu. Une douceur traditionnelle que j'ai apprise de ma mère et que je voulais partager avec vous en ce jour béni du Maoulid. Que cette fête nous apporte à tous paix, lumière et bénédiction, et qu'Allah nous comble de sa miséricorde par l'amour de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne Nabila Conte et Saveurs d'Algérie et d'activer la cloche pour découvrir d'autres recettes authentiques et histoires de notre beau patrimoine. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte. Prenez soin de vous et Maoulid Nabawi Moubarak.